السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم. معاكم اسماء شاور وفيديو جديد. والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض بودنج شوكولاته على شكل تورتايه. بجد طعمها خطير كده، هيعجبكم. وكمان الناس اللي بتحب الشوكولاته هتبقى مدمنه للوصفه دي لانها بجد خطيره. شايفين بقى كده الجمال؟ بجد وصفة كده تحفة. تعالوا بينا على طول ندخل على الطريقة والمقادير. بس لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تحطوا لي لايك. هجيب معايا حلة هحط فيها كده 5 كوبايات من اللبن، معايا كمان 5 معالق كبار كده من الدقيق، تبقى المعلقة مليانة كده هرمية. اهم حاجة علشان البودنج يطلع معاكم متماسك ما يطلعش خفيف. معايا كمان معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وده كاكاو خام غير محلى معلهوش سكر خالص، بجيبه كده من عند العطار. معايا كمان 7 معالق من السكر بقى حابه تزودي او تقللي ده حسب الرغبه. معايا كمان كيسين فانيليا، ممكن تستغنى عنهم لو انتي مش حابه تضيفي فانيليا، بس بتدي ريحه وطعم حلو. هقلب بقى الخليط ده كله كده على البارد الاول، كده هتلاقي فيه تكتلات طلعت معاكي على وش الحله من الكاكاو والدقيق. هبدأ ألمها كده بظهر المعلقة واضغطها كده على الحلة علشان تفك معايا، او ممكن تجيبي مصفى وتصفي الخليط ده كله علشان يبقى ناعم معاكي ومفيهوش اي تكتلات. هفضل اقلبه كده على البارد لحد كل التكتلات دي ما تفك معايا زي ما انتوا شايفين. بعد كده هاخده على طول وارفعه على النار، واهم حاجه ما تسيبيش ايدك منه علشان ما يكلكعش معاكي. تفضلي كده تقلبي فيه على طول باستمرار كده لحد الخليط ما يتقل معاكي ويبدا كده يغلي من الجناب ويعمل فقاقيع كده زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. خلاص كده هو جاهز معايا، هشيله بقى كده من على النار. جبت بقى كده الصينيه اللي انا هصب فيها، الصينيه اللي هي بتتفتح من الجنب دي. انت ممكن تحطي في اطباق او كاسات يعني زي ما تحبي. انا حبيت اعملها في الصينيه دي عشان تديني كده شكل التورتايه. وهو سخن كده على طول بغطي وشه كده بالاسترتش علشان ما يعملش معايا قشره ويبقى وشه كده مشقق وينشف معايا. بعد ما بغطيه كده بالاسترتش بسيبه لحد ما يبرد تماما، وبعد كده بدخله التلاجة. انا هنا عملته من بالليل وبيته في التلاجة لحد تاني يوم الصبح. تاني يوم بقى زي ما انتوا شايفين بشيل بقى كده الصينية دي كده، وبشيل كمان الاسترتش ما بيكونش لازق ولا اي حاجة. بعد كده برش على وشه كده سكر بودرة علشان بس التزيين، او ممكن تحطي كمان كاكاو على الوش. انا لو مش بصور ما بحطش حاجة خالص، انا بعمله كده وبيبقى طعمه حلو جدا. بس عشان التزيين زي ما قلتلكوا رشيت على وشه سكر بودرة عشان التصوير مش اكتر. وبقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة عشان تطلع متماسكة لازم الدقيق يبقى بالمقدار اللي انا قلتلكوا عليه. لو قللتوا الدقيق عن كده مش هتطلع معاكوا القطعة بقطعتها كده. جربوها بقى علشان بجد تستاهل التجربة. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني في فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.